لكن أقواها أقوى المفاتيح في خلواتك، مفاتيح الجنة في الخلوات. أنت بتعمل إيه بقى؟ هنا اختبار إيمانك. سبحان الله العلي العظيم، ضعفك من قوتك، مدى استشعارك بأن ربنا سبحانه وتعالى يراك وإن لم تكن تراه، مدى خشيتك من ربنا سبحانه وتعالى وأنت تعلم أن عين الله، يعني أيقنت وأمنت واستشعرت أن عين الله إليك ناظرة، استشعارك بأن الله هو الرقيب، يعني سبحان الله العلي العظيم، يعني آمنت بأن ربنا سبحانه وتعالى هو الرقيب، امنت بوجود ملكين سبحان الله، انت كده والملائكه شايفه كل حاجه، يا نهار عليك انت ما يا سبحان الله. وقلت لك قبل كده بتقعد تقفل لي ابواب وتحط لي ترابيس، ايه شيل كل ده، انت مش شايف يا اخويا، الله يديك الصح. خلاص يا عم الحاج، استشعارك بالحياء من نظره الله اليك سبحان الله العلي العظيم، فيها معاني كتير، فيها معاني كتير سبحان الله العلي العظيم، وليست هينه عند ربنا سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد يا رب حمدا كثيرا طيبا. ذنوب الخلوات هي اصل الهلاك للانسان، ذنوب الخلوات هي أصل الهلاك للإنسان، وهي أصل الضياع، هي أصل الضياع. اللهم لك الحمد يا رب حمدا كثيرا طيبا. فقاوم، جاهد، اصبر، اثبت. شوف الأربعة اللي أنا قلتهم دول اعملهم عشان تنجح. والله زي ما بقول لك كده، ما تقولش ان انت فاهم كل حاجه والله. اللهم لك الحمد يا رب حمدا كثيرا طيبا. اللهم سبحانك، اللهم سبحانك. خلاص، اللهم لك الحمد. خليك دايما فاكر، احنا بنقولش كلام موضوع يعني بعينه، احنا بنقطف من البستان، من كل شجره ثمره كده، عشان اللي بيدخل البث ما بقاش عارف احنا زي اخونا اللي قاعد يقول لي انت بتقولي ايه ده، جاي الحصه متاخر مش عارف انا بقول ايه. خلاص يا عم الحاج، خليك دايما فاكر انه لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. هو ربنا، انت ربنا كل شيء بقدر وبحكمه، هو ربنا عارف الصح ايه. انت كده مش هقول لك انما ولا حيثم ولا كانما، قاعد اكلمك باللغه العربيه. هو كده ربنا سبحانه وتعالى ما لا يسأل. الله يعزك يا رب، يصلح حالك. خلاص، لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل كل شيء بايه؟ بقدر. ما تستعجلش، وما تروحش تستعجل وتروح تمد ايدك انت وتكبش وتاخد. والله زي ما بقول لك، عشان تغير ظروفك واقدارك كده تقول انا اعرف اجيبها، انا يا نهاري عليك. خلاص، انه بعباده خبير بصير، عارف انت سبحان الله، عارف التصفي، عارف كل حاجه سبحان الله العلي العظيم. اللهم لك الحمد يا رب حمدا كثيرا طيبا. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اياك تنسى قول ربنا سبحانه وتعالى: يا ابن ادم انا لك محب فبحق عليك كن لي محبا. سبحان الله العلي العظيم القدير الكبير. عارف، الله يديك الصح. شوف ربنا بيقول لك ايه: يا ابن ادم انا لك محب. انت عايز اكتر من كده؟ يا سبحان الله، فبحق عليك كن لي محبا. شوف ربنا عمل ايه، خلي بالك، اصحى للكلمتين اللي انا هقولهم. ربنا خلى المفتاح في ايدك انت، مفتاح دخول الجنه في ايدك انت، مش يعني سبحان الله العلي العظيم. في ايد مين؟ شوف في ايدك انت. ربنا اداك المفتاح، هو انت المفتاح في ايدك. قال لك ايه؟ ان ذكرتني ذكرتك. يا سبحان الله، يعني مين اللي في ايد المفتاح؟ مين؟ شوفي ترتيب الكلمات عند ربنا، ترتيب الكلام في الجمل، لا مش هباء. سبحان الله العلي العظيم. ان ذكرتني ذكرتك. مين اللي في ايد المفتاح؟ انت اللي بتبقى غافل، وانت اللي بتذكر ربنا سبحان الله العلي العظيم. اللهم لك الحمد يا رب حمدا كثيرا طيبا. ان ذكرتني ذكرتك في نفسك، في نفسي، في ملأ احسن منه. اذا تقربت، اذا بص بيقول لك انت اهو مفتاح في ايد مين؟ إذا تقربت مني شبر تقربت منك ذراع، وإن تقربت مني ذراع تقربت باع، وإن جئتني تمشي أتيتك هو الجري. سبحان الله العلي العظيم. في ناس بتصل من طاعة الله لكرامة الله، من طاعة الله. أنت بتقعد تعبد ربنا سبحان الله العلي العظيم عبادة كثيرة بتدخل بقى لكرم الله، بتنهل سبحان الله العلي العظيم. اللهم لك الحمد. وفي ناس من كرم الله بتوصل لطاعة الله. العكس بقى، ان بتتكسف على دمها بقى، ربنا بيدي فلا انا اروح اطيع ربنا. شفت بقى، في ناس بتصل من الطاعة، من كتر تعب الطاعة بقى، وايه الطاعة ما فيهاش تعب على فكرة، اخد بالك، لكرم ربنا بتفتح الباب وتدخل تنهل. وفي ناس لما ربنا بيديها وبينزل عليها بتلجأ انها لازم تتكسف، بقول لك بتروح بتطيع ربنا سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا. لازم تعرف ان ربنا مش ظالم للناس ابدا. بقول لك المفتاح في ايدك، المفاتيح كلها في ايدك. اعطيك المفاتيح، اما شاكرا واما كفورا. انت مش مجبر على شيء، مش مقهر، مش قاهرك على شيء ابدا. اقتضت حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان انت تختار. قال لك انت يعني عبوديه مع حريه اكرم بكتير للبني ادم الحلو اللي انا خلقه ده من قهر
مع سعاده. سبحان الله العلي العظيم. عايزك انت، بيقول لك سبحان الله، بيقول لك يعني انا لكم محب، تعال حبني، شوف انا اعمل لك ايه. وشوف سبحان الله يا اخي، ده انت لما في واحد مخترع بيخترع حاجه او بيكتشف حاجه من خلق الله، يخلع القبعه ومش عارفه ايه، وناقص ان احنا مش عارفه نعمل ايه. امال انت ما بتعملش كده مع الخالق ليه؟ ما تبصش كده؟ روعه يا سبحان من خلق السماوات بغير عماد، اللهم مخبوءات ومخزونات الارض والروعه ما تروحش بعيد. بص اللي انت وفي انفسكم افلا تبصرون، شوف السيستم معمول ازاي. اللهم لك الحمد يا ربي حمدا كثيرا طيبا. متشكره جدا جدا كل اللي بيجي للشاشه وبيترك اثر طيب، ولا جزاكم الله كل الخير. اللهم لك الحمد يا رب حمدا كثيرا طيبا. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم لك الحمد. هنتكلم الوقت عن ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. الايه دي جميله قوي. والله القران كله حلو قوي لما تقعد كده وتتدبر. بس لما الله لن تذهب الى الله الا بالعلم. اقرا ما انا بقرأ، اقرا عشان انت لما كنتش بتعرف تقرا لازم تتعلم ان انت تتعلم. الله لا يعرف الا بالعلم. الجاهل ملوش يعني سبحان الله العلي العظيم. اللهم يعني سبحان الله العلي العظيم. اللهم لك الحمد. لازم تقرا، لازم تتعلم. سبحان الله العلي العظيم القدير الكبير. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. اللهم لك الحمد. كالذي ينفق ماله رياء الناس. سبحان الله العظيم، الله العلي العظيم، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. شوف الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه ايه؟ تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. الناس اللي هي ايه؟ الناس اللي بتنافق لما تيجي تدي صدق، الناس اللي بتبقى رياء للناس زي حجر صلب كده على تراب. التراب طبعا بيبقى حاجه مش تربه، التراب غير صالح للزراعه. ما سبحان الله العلي. لو نزل عليه سبحان الله العلي العظيم، يعني اللي حطيت فيه بذور ونزل عليه الميه مش التراب، ليست ارض صلبه. سبحان الله العلي العظيم. تنزل صدقاتك على الحجر اللي سبحان الله الصلد الاملس اللي عليه تراب ده، ينزل المطر يضيع كل اللي انت عملته، لان انت عملتها رياء للناس. سبحان الله العلي العظيم. مهما كان مقدار ما تصدقت به، سواء وابل من الصدقات، كتير من الصدقات او طل او حاجه صغيره، لن يقبلها ما دمت انت يعني تريد بها وجه الناس فقط، مش وجه ربنا سبحانه وتعالى. بترائي انها تمشي كده متفاخر. اللهم لك الحمد يا ربي حمدا كثيرا طيبا. صدقاتك دي بتترك الحجر كما هو، التراب ضعيف لا ينبت حتى لو نزل عليه بيمسح. سبحان الله العلي العظيم. حضرتك لو تصدقت بكتير او بقليل، بكتير زي وابل من الصدقات او بقليل، انت اللي كسبان. لو انت بتعمل ايه بقى؟ لو انت بتعمل ايه؟ انت بتحتسب للاجر من عند ربنا سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد يا رب حمدا كثيرا طيبا. اللهم لك الحمد. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل حبة. شوف بقى الناس الحلوة كمثل حبة بربوة اصابها وابل. سبحان الله. جنة بربوة أصابها وابل، فأتت أكلها ضعفين بالأرض. ربنا بيديك الحسنة دي أضعاف. سبحان الله العلي العظيم. فإن لم يصبها وابل فطل. حتى لو أنت سواء وابل أو طل تصدقت بكثير أو بقليل، الجنة سوف تؤتي أكلها. سبحان الله العلي العظيم. ربنا هيديك برضو الثواب سواء تصدقت بكثير وابل أو طل. اللهم لك الحمد يا رب حمدا كثيرا طيبا. الذين ينفقون أموالهم دول ابتغاء مرضات الله، مش ابتغاء مرضات الناس، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني احتسابا للأجر من ربنا سبحانه وتعالى. ونفسك بتطيب باللي انت عملته، نفسك طيبة بتتصدق وأنت صاحب نفس طيبة حابب اللي انت بتعمله. اللهم لك الحمد يا رب حمدا كثيرا طيبا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. القدس لنا إن شاء الله يا رب، القدس لنا. الله